السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من تعليم الشطرنج. النهارده ان شاء الله هنتعلم تكتيك جديد، وهو باختصار قطعة بتكون شايلة مسؤوليتين. يعني زي ما موجود في المثال اللي قدامنا، العسكري ده بيحمي الفيل وبيحمي الحصان، فكده عنده مسؤوليتين. فباختصار في طابية مهددة الفيل، وفي الفيل الابيض مهدد الحصان. لو جينا اكلنا كده بالظبط الفيل بالحصان، هو العسكري لو اكل الفيل الطابية هتاكل الفيل، ويبقى كده معايا طابية زيادة. هو ده بالظبط الاوفرلود، هو ده بالظبط اللي هو قطعة عندها مسؤوليتين. بالظبط زي لو اكلت انا من الطابية كده الفيل برضه مش هيقدر ياكل. هو ده بالظبط اول نموذج معانا، اللي هو قطعة بتحمي قطعتين والقطعتين متهددين. فانا لو كلت قطعة القطعة التانية متهددة، ويبقى كده كسبت قطعة. الموقف اللي بعد كده، عندي قطعة مش بتحمي قطعتين ولكن بتحمي مكانين او عندها مسؤوليتين. فين القطعة اللي عندها مسؤوليتين؟ في الاسود هنلاقي الحصان شايل هم حاجتين او عنده مسؤوليتين. المسؤولية الاولى انه يحمي من الكش مات، لان في فيل وزير على نفس الخط وفيها كش مات. ده كده اول مسؤولية الحصان شايلها. المسؤولية التانية مسؤولية المربع ده، ان البيدق ده لو اتحرك قدام هيخير الاسود بالطابيتين وهياكل طابية فيهم. فاذا الحصان يا اما هياكل العسكري ويتخلى عن مكانه ويستحمل طبعا بقى الكش مات، يا اما مش هياكل وهيخسر طابية. ده بالظبط اللي هيعمله الاسود، ان هو مش هيعرف ياكل. فالابيض بيستغل الموقف وبيحرك البيدق. طبعا هو بيحرك الطابية، باكل انا الطابية وبجيب وزير، هو بياكل عادي جدا. طبعا الحصان مهدد، هربي الوزير بتاعي، طابية تتحرك وانا كده معايا وزير وفيل، وانا كده متفوق على الاسود. بمعنى اصح ممكن اهدد بقى بالفيل هنا كده، هو بيحاول يتحرك بقى وانا بحاول برضو اطلع بالعساكر. الموقف ده بقى جميل جدا لسبب ان انا لو فكرت شوية في الموقف ده تعادل، المفروض تعادل مع فيل ابيض وفيل ابيض وعساكر، كل عسكري فيه بلوك. فلو في فيل، لو قعدنا نحرك في الفيلة كل شوية هيحصل تعادل. بس اللي احنا اتعلمناه النهاردة غير كده، احنا محتاجين قطعة من قطع الاسود عندها مسؤوليتين. ولو دورنا وشوفنا العسكري الاسود ده اللي هو في البي 5 ما عندوش اي مسؤوليات، الدي 5 ما عندوش اي مسؤوليات، الاف 5 ما عندوش. لو شفنا الجي 6 عنده مسؤولية واحدة، ان هو بيحمي العسكري وكمان مانع العسكري الابيض انه يتحرك. لو شفنا بقى الاتش 7 عنده مسؤوليتين. المسؤولية الاولى انه بيحمي الجي 6 وكمان مانع العسكري الابيض انه يرقي. طيب تعال نشوف كده، لو انا جيت بالفيل في المكان ده مهدد العسكري ده والعسكري اكل الفيل، وساعتها انا هرقي يا اما مش هياكل وبرضه انا هرقي. تعال نشوف كده مع بعض. هو طبعا ما اكلش، لان هو لو اكل هقدم البيدق، هيحاول يحمي، اطلع بالملك وهاكل البيدق، وبعد كده اطلع بالملك لحد ما اقف هنا كده، وبعد كده ارقي العسكري الابيض. هو الموقف كده مخلصش، انا هاكل برضو، طبعا ما اكلش. كمل بقى اللعب بتاعي ان انا هاكل العسكري، هو هيتحرك، هرجع اكل وبراحتي جدا، معايا تفوق. احاول اهدد برضو العسكري اللي هناك، العسكري ده برضو مفتوح لان هو يرقي. الموقف ده بيثبت الفكرة اكتر. لو جينا نحلل ونشوف القطعة اللي عندها مسؤوليتين، هتلاقي انها الوزير. الوزير مانع الكش مات في الصف الاخير، الصف الثامن، لان الوزير الابيض لو جه هنا في السي 8 هيبقى كش مات. طيب المسؤولية التانية ان هو بيحمي الفيل من الطابية. فانا باختصار لو جيت بالطابية اكلت الفيل والوزير اكل، فانا عندي فرصة للكش مات. تعال نجرب كده مع بعض. اكلت الفيل، طبعا هو ما اكلش، هو عاوز يديني كش. اكل العسكري، هو اتحرك عادي جدا، عندي موقف احسن، اكل بالوزير العسكري ده، هو هياكل. عندي موقف تاني نقول كش ملك ويبقى كسبت الجيم. تعال نجرب مع بعض. كش اكل، كش ملك، طبعا هو ما جاش على الابيض علشان لو جيت بالفيل هنا يبقى كش ملك مات. هو اتحرك هنا، انا هاكل الوزير عادي جدا، عندي فرصة اقول كش ملك، هاكل الفيل واكل الطابية، وعندي فرصة تانية ان انا اكل العساكر واكسب الجيم. ده على فكرة ماتش بين جاري كاسباروف وكاربوف سنة 1985. دور على الابيض دلوقتي، والمفروض ان جاري كاسباروف يكسب الموقف ده، او طبعا يعني يكسب الجيم. طبعا كاسباروف شاف ان في قطعة بتقوم بواجبين او عندها مسؤوليتين. انهي قطعة عندها مسؤوليتين؟ القطعة اللي هي الطابية. القطعة عندها مسؤوليتين، انها تحمي الكش مات وكمان تحمي الطابية. طبعا انا عندي هنا طابية في العمود مفتوح،
وعندي الفيل برضو يقف في المنطقة دي والكش ملك. يبقى عندي الطابية التانية برضو العمود بتاعها مفتوح. طبعا النقلة المهمة لكاسبروف ان هو اكل بالوزير، طبعا اكل بالطابية. طبعا هو شال مسؤولية من على الطابية، والطابية دلوقتي متاحة انها تقول كش ملك. الملك اتحرك، طبعا عندي طبعا النقلة دي بالكش، وكمان الطابية هنا تاكل الطابية دي كش ملك. تمام. الملك اتحرك ياكل الفيل، يبقى معاه 1 2 3 4 قطع قدام قطعتين الوزير والحصان. كملنا الجيم، هتلاقي فيه النقلة دي كويسة جدا. عندي طبعا كش ملك هياكل بالوزير، طبعا اكل الفيل عادي جدا هياكل، ومعايا طابية وحصان وكمان تفوق في العساكر بس، واقدر بعد كده اكسب بسهولة. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامة.